في سمي. حاجة معينة. سمي. الصراحة أنا أبويا متزوج واحدة أجنبية. طيب خليك شوي معي، أنت أول مرة؟ أيوة أول مرة، وأدري إنه وعندك علم إنه البثوث تنشر على قناتي في اليوتيوب؟ أيوة تمام تمام. أبوي تزوج هذه الأجنبية من 9 سنوات تقريبا. تمام. وقبل يعني 9 سنوات إحنا كانت أمورنا الحمد لله تمام وكل حاجة تمام، يعني كان في مشاكل بين أمي وأبويا يعني، بس يعني كانت تقدر تنحل يعني. تمام. بس إنه من بعد ما دخلت هذه الحرمة على حياتنا مرة صراحة انقلبت حياتنا فوق على تحت، يعني صارت تتحكم في أبويا، خربت علاقة بين أمي وأبويا وانتهت منها، والآن قاعدة تخرب علاقتنا إحنا مع الوالد. لا تقولين الجنسية، انتبهي. لا ما حقول الجنسية. أيوة. أنا أبويا يعني محظور إنه ما يقدر يتزوج من برا من جنسية ثانية، وبس يعني إحنا في كل مرة نفكر إن إحنا نرفع بلاغ، بس إن إحنا ما نقدر يعني. وش ترفعين بلاغ عليه؟ إنه هو يعني هو في تقريبا تبع وزارة حكومية. أيوة، بس يعني أم اليسر يعني هذه الحرمة يعني صارت متسلطة تتحكم في أبويا، متى يودينا متى يجيبنا، يعني إحنا من زمان يعني كنا مع أبويا الحمد لله، يعني كان أبويا يعني مدلعنا مرفهنا، عشنا طفولتنا. يعني طيب ما في عندك عم يمي؟ إلا يا أم اليسر تدخلوا يعني حقين الحارة تدخلوا في الموضوع. ليش دخلوا الحارة؟ خوالي يعني عمدة الحارة. وش دخلوا الحارة ببيتكم؟ لا هو يعني هم خوالي جو ودخلوهم يعني. الله أكبر، يعني كابرة المشكلة. ايوه هو كابر تقريبا، يعني هو قبل يومين صارت فيه مشكلة ان هي جت واخذت يومنا. والجيران بعد دارين؟ لا هشو هذا الموضوع، لا يعني في هذا الموضوع بعدين جو خوالي. طيب عمامك وينهم يمي؟ عمامي والله موجودين، بس يعني ما قد دخلناهم في الموضوع. طيب خوالك سووا شيء؟ لا خوالي تقريبا يعني اكثر من مرة، يعني احنا شوفي خلال 9 سنوات هذه نشتكي منها ودخلوا خوالي مرتين. آخر مرة يعني خالي قال إنه إذا صار أي حاجة مع هذه الحرمة هي سببها، خلاص ارفع بلاغ على الشرطة. الضرر وش نوعه؟ يعني هي أم اليسر تقول يعني هي تتحرض أبوي علينا. أي مثلا يؤذيكم، ما ينفق عليكم؟ لا تقول له مثلا يعني في قد سبق صار في مشكلة بين أمي وأبويا، وأمي أيوة. راحت يعني طلعت من برا البيت. أيوة. قعدنا إحنا وأخواني، أنا وأخواتي، يعني عندي 4 خوات صغار تحت. أي وش تتبلغين الشرطة؟ وش تقولين لهم يمي؟ الشرطة عندهم مهمة يمي. أنا أقول لك أنا فقامت حرضت أبوي، قالت إنه لا تعطيهم لا تصرفهم، كان وقتها يعني هذا ما له دخل الشرطة، لا تسوي لهم لا تحط لهم، ما له علاقة الشرطة ماما. قبل يومين صارت هي إن هي أخذت يومنا وطلعت وتهاوشت، إنه إحنا يعني قاعدة نقول لأبوي إنه هذا يوم إحنا كنا طالعين. فجت تطاولت علينا ومدت يدها علينا، ضربكم؟ صار فيه يعني مضاربة بينها أيوة. هي اللي كلمتوا فيها الشرطة؟ يعني لا احنا جينا بنبلغ نرفع بلاغ على الشرطة، جانا يعني والدتي عيت قالت لا يعني مسحوها في وجهي هذه المرة، هذه أمكم. جانا خوالي قالوا لا خلاص يعني لا أيوة. طيب أنت بشكل ماما بشكل بسيط جدا جدا قولي لأبوك إنه إذا تطاولت علينا راح نبلغ عنها هي الشرطة، وأكيد إنه يبي يخاف، ما يبي حد يدري. قلنا يا أم اليسر يعني هي شوفي هي وصلت حتى دحين هي عندها بنت تحرض بنتها على أخواتي الصغار لما يروحوا مع أبويا المدرسة، تسبب فتنة بينهم. أنتم شوفي أنا ما بأخسر أبويا، ما يخالف، أنا هذا اللي أبيه منك، أنا ما بيك تخسرين أبوك يا أمي. يعني أنا ما بخسر أبويا عشانها هي. خلاص حاولي تتعاملين بعقلك يا أمي، بعقلك. طب هي شوفي يعني مثلا يا أم اليسر مثلا هي صار أبوي يجي يقول لنا إنه أنتم يعني تحبوني عشان الفلوس وكذا، نقول له طب هي قاعدة يعني هي قاعدة عند أبوي يصرف عليها، يصرف على أهلها، يدفع مالك شغل فلوسه يتصرف فيهم مثل ما يبي. مالك شغل بفلوس أبوك، أنت لك إنه يصرف عليك. طيب يعني شوفي هو الحين تقريبا إنه هو الحين هذه الأيام أيامنا،
بعد المشكلة اللي صارت أمس ما جانا. أساسا شرعا ما في شيء اسمه أيامكم، الأيام للزوجات، أنتم لكم الرعاية، لكم الرعاية يمي، يرعاكم، يوصلكم، يجيب لكم، يوديكم، هذا اللي لكم. ما يوصلنا يا أم اليسر. شوفي في نقطة واحدة أنا ما قلت عليك، إحنا عندنا سواق، وهذا السواق يعني خلاص يكفي، موفر لكم سواق. أنا بقول لك أنا حقول لك الحين عشان أنا بقول لك هذه كلها إنه أنا يعني أنا الحين في وضع أنا أفكر إنه أنا ما أبغى أخسر والدي عشان هي حلو حلو ممتاز. أنا أفكر في أخواتي الصغار، يعني حرام هم الصغار، أنا كبيرة وشفت وعشت وعادي وبتحمل. تمام. بس يعني أخواتي واحدة منهم يعني جتها نوبة هلع يعني قبل يومين بسبب هذا اللي حاصل لنا. إحنا عندنا سواق، وهذا سواق عندنا من يوم أنا صف 6 ابتدائي. حلو. يودينا ويجيبنا يودينا ويجيبنا. حلو. عندنا أخونا الكبير يعني هو في الوسط، بس إنه هو دحين كبير عمره 20 سنة. فهي صارت تقول لأبوي إنه السواق لا يوديهم لا يجيبهم، يعني حتى صارت تقول لأبوي إن أنت أصلاً ما أنت مسؤول عنهم، ربي ما حيحاسبك في القبر عنهم، بيحاسبك عني أنا وبنتي. السواق لا يوديهم لا يجيبهم، السواق يوديهم. أنت تسمعينه؟ هو أبوي يجي يقول لنا هذا. اتركي كلام أبوك يا أمي، اتركي كلام أبوك. كلام أبوك يمكن يقوله لك علشان بس من باب إنه ما لي علاقة. ايوه بس هو يقول الحين كل حاجه حطها على ابوي، حتى سفر نبغى نسافر سافروا مع اخوكم. يا بنتي يا بنتي يا ماما يا حبيبتي الله يسعدك، اهم شيء انه ابوكم يكون راضي عليكم، يعطيكم فلوس. ماما اسمعي الله يرضى عليك، اعطيهم فرصه شوي. انت حاطه روحك زوجة ابوك وبمكان امك، يومنا وودينا ويجيبنا ومدري وشو. وسعي صدرك، هدي يا امي. اهم شيء ابوك يكون راضي، هذا رقم 1. رقم 2 ان ابوك ما يقصر معكم بمصاريفكم بمشاويركم بالاشياء، وفر لكم سواق الحمد لله، كثر خيرك يا بابا، شكرا يا بابا. ما يودينا، مو بس السواق ما يودينا. من اللي يوديكم؟ دحين خلاص السواق يقول السواق ما عاد له علاقة فيكم، ما يوديكم، اللي يوديكم أخوكم هو اللي مسؤول عنكم، أنا ما عاد اللي مسؤول عنكم، ربي ما حيحاسبني عنكم. يعني أبويا يا أم جسر المشكلة مو هنا، المشكلة هو تغير تعامله معانا، أبويا ما كان كذا قبل. ما يخالف ماما الله يرضى عليك، أنا ما أعرفك ولا أعرف أبوك ولا لي مصلحة لا منك ولا من أبوك. أنت أهم شيء لا تضايقين أبوك، لا تضايقين صدره. إذا هو في شيء تحسين إنه يعني اكسبيه بالكلمة الطيبة يمي، اكسبيه بالشكر، اكسبيه بالاهتمام، اكسبيه بالتعزيز له. مو بإذا شفتوه أنت وهي وأنت. اكسبي أبوك يمي، أنتم كلكم اكسبي أبوك. إذا دخل يا هلا والله مسهلا، يلا حي بيي، أنت ما قصرت، الله يخليك لنا، أبدا اللي يجي منك يا بيي، لا تشيل هم، لا يضيق صدرك. وش تبين أن أقول لك يا أمي؟ روحي تحاربي أنت وأبوك، روحي بلغي على الشرطة. لا أنا ما حبلغ، كيف أنا أتعامل؟ هي قلت لك ما علي منها، اتركي زوجة أبوك على جنب، أنا علي منك أنت وأبوك. اكسبوا أبوك يمي، إذا كسبتيه خلاص فزتي، كثر خيرك، ما قصرت، مشكور، الله يعطيك العافية، الله لا يخلينا منك. تبي أسوي لك كذا، تبي أقول لك كذا، وش تامر فيه يا بيي؟ إذا قال لك سافروا أنتم وأخوك قولي كثر خيرك ما قصرت، نسافر حنا وأخوي. من تسافرين مع السواق؟ أكيد بتسافرين مع أخوك يمي. بس يعني أمي جسر يعني إخواني الصغار لما يشوفون هو يوديها ويجيبها يقولون ليش بابا ما يودينا؟ لأنه بابا رجال كبير ويتعب، إذا ودانا ووداهم حنا عندنا سيارة وعندنا أخوي الحمد لله. بعدين لا تخلين إخوانك الصغارين يقارنون بينهم وبين زوجة أبوهم، قولي من يوديها؟ إذا ما وداها هو من يوديها؟ من يوديها؟ حنا عندنا أخوي ويعطينا فلوس، وكان عندنا سواق بس حنا سوينا مشاكل وأخذ السواق بس يمي. طيب دحين هو بعد المشكلة هذه اللي صارت يعني كيف الحين إذا رجع نتعامل معاه؟ تعاملي مع أبوك نفس اللي قلت لك، هذا أبوك يمي،
ما هو بزوجك، ترى مو بزوجك، قاعدة تقارنين نفسك بزوجته، يوديها يسفرها يسوي لها يقول لها، ويومنا ويومها. انتبهي ماما، اللي تبونه من أبوك اطلبيه، ما يخالف. قولي ودنا نسافر، نبي فلوس يا بابا نسافر حنا وأخوي، وسافري مع أخوك يمي، سافري. طيب بس دحين هي يوم اليسر يعني في حصر المشكلة، يعني لما جت كذا وسوت هذه المشكلة وتضاربت وزي كذا، قاعدة تهدد واحدة من إخواتي، هي واحدة من إخواتي تقريبا زواجها بعد يعني 3 شهور. تقول لها والله لا أكلم خطيبك ولا أقول له أنت شو تسوي. يعني هي يعني حتى تشعبت لهذا الموضوع. قبل واحدة من إخواتي متزوجة في شهر العسل كانت تأذيها وتتصل عليها يعني إحنا كيف نتعامل مع أذيتها، هي كمان تأذينا إحنا. اركدي شوي، اركدي شوي. عطين جدول أبوك متى يجيكم؟ شوفي يعني هو أبويا يعني يجينا من المغرب، يجي يقعد عندنا المغرب يوم كامل ويروح لها المغرب اليوم الثاني. يعني يوم كامل عندكم؟ أيوة يوم كامل وفي أيوة زي كذا. حلو ممتاز، مع إنه مو بملزم إنه يقعد عندكم يوم كامل إلا إذا كان في بيت زوجة. العدل بالزوجات. أمي موجودة والزوجة موجودة. أمك موجودة في البيت؟ أيوة أمي. وهي اللي تهوشك إن؟ لا هي مو تهوش، أنا أمي يعني خلاص يعني هي. لا أمك تقول لك لا تبلغين عن أبوك. أيوة هي أمي تقول لا تبلغين. يعني أمك أعقل منك. لا أنا ما أبلغ على أمي، أنا ببلغ عليها هي. ومن هي؟ مين هي زوجة أبوك. من اللي بينجر بالشرطة يمي، هي ولا أبوك؟ لا أبوي. لا أبويا. ويلا شوفي نتائج بلاغك للشرطة، شوفي نتائجه على أبوك. يبي طاس وطي أنت وإخوانك وأمك كلكم. أي أذية يمي هي ردود أفعال من هالزوجة هذه، الله يكفيكم شر بما شاء. آمين. أذية ردود فعل. فكي نفسك بعدم الاحتكاك به يمي، لا تحتكون فيها. اعتبري أبوك بدون زوجة، أبوك عندكم، افرشي له هالأرض بساط أحمر ولا لا بنفسجي على السجاد السعودي الخزامة، افرشي لأبوك الأرض خضراء، الأرض بنفسجية. وش تامر، وش تبي، وش تحب، أبشر، مساج، سواليف، ضحك. خليه ينبسط وهو معكم يمي، خلوه يستانس، مو بكله تشكي وتذمر ومقارنة. وديته ما وديتنا، رحت ما جيت، قلت. اكسبوا أبوك يمي، اكسبوه. أنت أمك أموره طيبة، البلا بكن أنتن. اكسب أبوك. أمي يعني هي قاعدة هي تقول يعني أنا قاعدة معاكم في البيت بعد هذه الأذية كلها، قاعدة عشانكم أنتم. خلاص ما دام أمك قاعدة علشانكم، خلاص اكسب أبوك عشان أمك، علشان أمك. اعتبري أبوك بدون زوجة يا ماما. إذا دخل عندكم احمد يلا، تخيلي إنه يقعد عندكم يوم من المغرب إلى المغرب بكرة. تخيلي لو هو بس يمركم ويطلع، متى يمدي تسوين شيء؟ أنت نار وشرارة الحين وهو يجي عندكم من اليوم إلى بكرة. هدي يمي، هدي، ولا تاخذين الأمور بالتصعيد وبالمقارنة وبالمحاسبة، وأنت تسوي وهي تسوي وأنت اللي تقول وأنت اللي بتقول وبنعلم خوالي. بس أبوك ذا يمي، أبوك اكسبيه. الأب كلمة طيبة تجيبه، خليه ينسدح لجاء وسوي له مساج، وهمزي رجلاته وهمزي دياته وهمزي ظهره، وشوفي وش يسوي لك يا أمي. بسم الله عليك يا بيي، تعبان يا بعد روحي يا بيي، ندري والله أنك تتعب. احترميه، قدري، لا تحسبونه، لا تحسبون أبوكم. يصرف عليا يصرف عليا يصرف على هلا، يعطي فلوسه يمي، إن شاء الله يصفهن على العتبة ويبيع الريال بريال. فلوسه ماما،
ما لكم حق تحاسبونه وين يحط فلوسه ولا وش يسوي بهن ولا من يصرف عليه. أهم شيء ما يقصر معكم ويعطيكم نفقتكم ويعطيكم احتياجاتكم واللي تبونه يوفره لكم. كثر خيره يا أمي. ابعدوا، اسعدوا أمك، اطلعي أنت وأمك وأخوانك مع أخوك وسافروا. خلي ميمتك تستانس، خلي ميمتك تغير جو بهالإجازة. إذا هو يعطيكم كثر خيره يا أمي، بسلامته هو وياه. هي اللي بتبلش به يا أمي، صدقين هي اللي بتبلش به. كم عمره أبوك الحين؟ 60 ولا 70؟ والله ما يعني تقريبا في الستينات تقريبا. يعني من ذا وزود، صح ولا لا؟ يبي أحد يهتم به، يبي أحد يغسل ثيابه، يبي أحد يزين أكله، يبي أحد يعطيه دواء، يبي أحد يقعد عنده بالبيت. يعني كون وجود هالمرضي تبي تكون تفريج لأمك يا أمي، لأنه كل ماله بكبر بالعمر، كل سنة يكبر، كل سنة يحتاج اهتمام أكثر. سمعتي ماما؟ سمعتك، بس دحين يعني الحين هي الحين يعني راحت يعني لأهلنا وكذا، ونسيت إنه إحنا اللي تعدينا عليها وإحنا اللي ضربناها. كيف؟ خليها تقول اللي تقول. أيوة طيب، بس دحين يعني هو الحين يعني أبوي له يومين ما جانا. خلوه على راحته، خلوه على راحته. يدوروا إلا بس خلوه على راحته، يعني ما تقولون تعال، قولي شلونك وش أخبارك، فقدناك كذا يا أمي. وهي من تتواصل معه؟ زوجة أبوك؟ هي تواصلت مع أختي الكبيرة أول ما تزوجت. لا اللي قالت له أبى أبلغ زوجك وأقول. هي كذا لما جت هي طلعت عندنا وجت تتهاوش معنا. خلاص ركبي كاميرا يا أمي، وقالت هذا التهديد. ركبي كاميرا، إذا هي ما ترسل رسائل ركبي كاميرا في البيت. هي قبل كانت ترسل رسائل على أمي. ما علي اللي على أمك، أنا علي اللي من كلامه تهديده أو شيء. إذا صدر منها أي شيء فالكاميرات مثبته تثبت كل كلامه. هكا الساعة تقدرين تدافعين عن نفسك وتدافعون عن أنفسكم بالطريقة القانونية. بس الآن لا تفكرون به، لا تفكرون به نهائي، لا تفكرون به. ركزي على أبوك يا أمي، كسبتي أبوك يمكن يسحب عليا هي. حياك الله. يعطيك يا العافية. هلا يا هلا. يلا تأخرنا، استودعكم الله. روحوا افطروا وادعوا لي، لا حد ينساني من دعواته. يا حبي لكم، ضموني في دعواتي إن الله يحقق أمنياتي، إن الله يحقق أمنياتي ويجيب دعواتي. ادعوا كذا، يا الله يا رب تحقق أمنيات أم اليسر وتجيب دعواته يا رب. يلا استودعكم الله والتقي بكم على خير. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بحفظ الله. ألتقي بكم إن شاء الله بكرة الجمعة. في أمان الله وأحبكم. مع السلامة.